راجل بسيط عاوز على الصحة أتكلم، أوصل صوته بأدب واحترام للجهات الأعلى. قوم الجهات الأعلى تتقبل مني الرأي والرأي الآخر. بتكلم عن الزراعة ونقص الكيماوي وعدم نقص في الكيماوي ونقص الزراعة. أتكلم وأوصل صوتي للجهات الأعلى مني بأدب واحترام، قوم هم يتقبلوا وجهة نظري ورأيي. فالنهاردة لما تتكلم انت بصوت المزارع البسيط انا مش هزعل. لما اتكلم بصوت انه دي والله العظيم ده ناقص ملح وعاوز ملح، والله العظيم المزارع تعبان وشقيان، والله العظيم احنا مش بنهدد ولا بنتكلم بصوت عالي ولا بصوت انه احنا متضايقين ولا لا. احنا عاوزينكم تسمعونا، احنا ناس غلابي، احنا ناس بسطة، احنا ناس مزارعين، ناس غلابة، ناس بسطة. عاوزين اللي يوصل صوتنا اذا كان نايب او اي جهات مختصة توصل صوتنا لمزارع تعبان، لمزارع ما يعاني، لمزارع شقيان، لمزارع لغاية دلوقت ما قبضش فلوساته، لغاية دلوقت لمزارع ما خدش الملح كامل بتاعه. وفوق ده كله بيقول لك الفدان 3 شكاير. بالله عليكم، بالله عليكم، كلمة حق لوجه الله، 3 شكاير تعمل ايه؟ وبالله عليكم انا مش بهيج الرأي ولا باخد انه انا بحترم الحكومة وبحترم وزارة الزراعة وبحترم اي جهات مختصة، وبتكلم بهدوء وبتكلم من وجهة. قل لي وجهة نظرك وانا اقول لك وجهة نظري، نتحاور، يكون بيني حوار، بيني تفاهم، بيني وضح وجهة نظرك يا بيومي من غير ما تهاجم بقوة. انا مش بهاجم بقوة، انا بوصل صوتي انه ده ملح ناقص، زراعة ناقصة ملح، ده منه لما تديني انت 3 شكاير هيعمل لي ايه؟ والله ما هيعمل لي حاجة، والله العظيم ما هيعمل لي حاجة. والله المزارع تعبان، والله المزارع لغاية الآن ما خدش فلوساته اللي راحوا الشركة. والله وسامحوني انه انا بتطفل او انه انا يمكن صوتي علي او انا بحترم وبقول دولتنا شغالة وحكومتنا شغالة ورئيسنا شغال. والله العظيم، والله العظيم ما مقصرين، والله في اعباء عليكم وثقل احمال عليكم، لكن انتوا استحملوني كاحنا ناس بسطة غلابة. اللي ما كنتوش انتوا يا حكومة تستحملنا، مين هيستحملني؟ عارفين عليكم اعباء وعارفين عليكم مشقات وبتعانوا عشان الراجل البسيط والراجل الغلبان، ولكن مين هيستحملنا غيركم؟ مين هيوقف معانا غيركم؟ دي زراعتكم ودي صناعتكم ودي تجارتكم.